السلام عليكم، كي درتو؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير. لقاكم هذا الفيديو هذا في اتم الصحه والعافيه. كيف كتشوفوا معايا انا في الفيديو اليوم ان شاء الله غنوجد معكم الشباكيه بالطريقه ديالي، الطريقه اللي هي جد سهله، كذلك ابسط طريقه ديال التشباك هي اللي غادي تشوفوها معايا ان شاء الله. غتشوفوا معايا التشباكيه اللي ما كتهرش، وكذلك اللي كتجي مجعبه وشاربه العسل بادق التفاصيل. فخليكم على الفيديو ان شاء الله حتى الاخر. وبطبيعه الحال الى عجبكم الفيديو كيف العاده ما تبخلوش علينا بلي لايك ديالكم، كذلك بالاشتراك في القناه بالنسبه للناس اللي هي جديده، وفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. هاد الشباكيه هذه كتجي من اروع والذ ما يكون. نخليكم مع الفيديو، ندخلوا على بركه الله للمقادير والطريقه ديال التحضير. هنا كيف كتشوفوا معايا في هذه القصعه هذه وضعت كيلو ديال الدقيق. بطبيعه الحال دائما اعيد واكرر، بالنسبه للدقيق يكون دقيق ممتاز، من الاحسن يكون خاص بالحلويات. غادي نعطيكم انا العبار ديال يعني كيلو، وانتم بامكانكم ديروا نصف الكميه لا بغيتو. كيلو تبارك الله راه كيعطي الخير والبركه. ندخلوا دابا ان شاء الله للطريقه ديال الوالده ديالي الله يرحمها، والطريقه المكنسيه اللي صراحه طريقه زوينه بلا كثرت يعني الطرق بزاف، كل واحد كيفاش كيدير. انا كنعطيكم الطريقه والمقادير اللي كتجي بها الشباكيه غزاله. اول حاجه كنديرها وهي معلقه ديال النافع البستاني او النافع البلدي، يكون مطحون ومغربل جيدا. كنصهدو غير واحد شويه باش كتزولو ديك البروده، كنطحنوه وكنغربلوه. معلقه كبيره ديال القرفه اللي ما يستحسن انها تكون بلديه، حتى هي مطحونه ومغربله جيدا. هاد المعلقه اللي شفتوني دابا درت فهي ديال المسكه الحره مدقوقه مع شويه ديال السكر كلاصي، كذلك حتى هي كتغربل جيدا. كنضيفوا واحد شويه ديال الملحه باش كنعادلوا داك الذوق ديال الحلاوه ديالنا. بالنسبه لي انا الشباكيه هنا غادي نديرها فقط بالزنجلان. كاين الناس اللي كتبغي ديرها باللوز، لكم واسع النظر للظروف يعني حاليا لهذا الغلاء المعيشي اللي حنا كنعيشوه يستحسن فقط زنجلان. انا درت زنجلان بلدي، يعني باش نكون معكم صريحه هذا زنجلان بلدي، وكيف كتشوفوا راه كيكون ميدم. ما كنحمروش، غير كنصهدوه حتى هو لانه مازال الشباكيه كتقلى، فباش باش ما تبقاش تعطي داك المرار. فقط الزنجلان كناخذوه وكنصهدوه وكنطحنوه جيدا. كيف كتشوفوا هنا كيكون مدعوق كيف كنقولوا، يعني مطحون حتى ما كتبقى فيه حتى شي حبه ديال الزنجلان كتبان. بالنسبه لي خديت انا العبار بهذا الكاس هذا. خذوا العبار بكاس ديال العنبه او لا اي كاس عندكم ديال الشاي كتستعملوا. انا هذا الكاس هذا كياخذ 200 مليلتر، درت منه جوج ديال الكؤوس. وهنا كنستعمل نصف كاس فقط ديال الزيت طبيعيه، او لا بغيتو ديروا زيت الزيتون لكم واسع النظر، فقط نصف كاس. هنا عندي كاس ديال الزبده اللي هي دايبه، محيده لها الحليب اللي هو يعني الحليب اللي فيها والماء. ما كنردها شي بيغ دو نوازيت، لا فقط مزوله لها داك الماء. كنبقى كنرمل العجينه هنايا كيف كتشوفوا، كنرملها وكنزيد ديك الزبده شويه بشويه حتى تترمل لي بحال كيف كتشوفوا هنايا. من بعد ملي كترمل هنايا غادي نجيب، وهادشي راه كنعطيه لكم بالتدقيق. والنصيحه اللي غنصحكم يعني حاولوا ديروا بها الله يجازيكم بخير، باش تجيكم الشباكيه ما كتقطعش وتجيكم مورقه وتجيكم يعني شاربه العسل. حاولوا ما امكن تبعوا النصائح هذه. هنا درت كاس ديال الزهر وربع كاس ديال الخل، غادي ندفيهم شويه لان الجو بارد. هنا انا راه غادي تقطع لي المقطع لانني درت الملون الاصطناعي، يعني الزعفران شعراء او الملون الاصطناعي او لا ضويمه ديال الزعفران صافي. وكندير ساشي واحد ديال الخماره من فئه 8 غرام. هذه هي المكونات ديال الشباكيه ديالي. اللي بغى يبيت حتى لغدا ليه ويعاد يدير هذه المرحله بامكانه يديرها، واللي ما بغاش فقط كنبدا كنعجن. هذه الكميه اللي استعملت الزهر، كاس كيعبر 200 مليلتر وهو اللي عمرته، وربع كاس ديال الخل. كنعاود لكم المقادير باش كلشي يكون ان شاء الله واضح عندكم، والفيديو راه باين. كنعجن، الا احتاجيت الماء فانا كنزيد فقط الماء، ولكن يستحسن العجينه الشباكيه تبقى قاصحه، ما نرخفوها شيء. راه ملي كترخفيها راه كتصعب عليك يعني العجن. هنا كيف كتشوفوا كنبقى كنعجن العجينه ديالي على هذا الشكل هذا، ماشي كندلكها ولكن فقط كنجمع. هنا راني مسرعه الفيديو مي العجينه راها قاصحه. كنعاودها سرعه لا فيديو باش كنوريكم انني فقط كنمزج العناصر مع بعضياتها. وغادي نجيب هنا واحد البلاستيك كيف غتشوفوا معايا، وغادي نقطع
العجينه ديالي على الشكل التالي. كنجيب العجينه كنقطعها، وكل قطعه كنحاول انني نديرها مع بعضها، وكنديرها في واحد البلاستيك اللي ضروري ومؤكد ان العجينه ديال الشباكيه تغطى باش ما كتشرقاشاي، ودير واحد القشره من الفوق. صافي كنبدا على هذا الشكل هذا، نديرها في هذا البلاستيك هذه. بالنسبه لي انا هنايا صراحه كنت كنصور لكم الطريقه، ولكن طفات ليا الكاميرا، عاد وليت هنايا كنت شكلت، وغادي نوريكم ان شاء الله التشكيل ديال هاد الشباكيه اللي سهل بسيط بطرق اللي هي سهله جدا. كناخذوا العجينه كل واحد والوراقه ديالو، انا كنديرها في الخمسه، وكنعاود كنديرها في عندي ديال السبعه، كنورقها حتى رقم 5، يعني باش ما كتجينيش رقيقه بزاف وما كتجيش غليظه. هنا كيف كتشوفوا كندير 1 2 3 و4 كنقطع فيها، 1 2 3 والرابعه كنقطع فيها. هذه هي الطريقه اسهل طريقه، حسن من ديال 6 وحسن من ديال، يعني هذه كتجي زوينه ورقيقه، وكتكون عندنا لاسباس ملي كنقليوها كتلقى فين كتحل هاد الشباكيه هذه. هنا كيف كتشوفوا الفيديو راه واضح، حتى ولو ما نهضرش انا واضح لكم الطريقه ديال التشكال. كنهزوا الاول ونحطوا على الثالث، وكنهزوا دوك الزوج اللي حنا حطينا وكنجيبوا هذاك الطرف اللي بقى على الاخر. طريقه سهله كندخلوا بحال هكا. انا كنحاول نوريكم بطرق اللي هي سهله جدا، وكنقرصوا دوك جوج اللي كيكونوا نازلين بحال هكذا. اسهل طريقه ديال التشباكيه هذه مع المداومه بيان سور، راه الانسان كتجيه بسيطه باش انه يشكلها. هذه هي الطريقه، بغيت ندير لكم اسهل طريقه وكتجي فيها الشباكيه مرقه وشاربه العسل. وكذلك بالنسبه للبنات اللي كيكونوا مبتدئات بامكانهم يعني تنجح لهم. اللي غنصحكم هو خليو الشباكيه ديالكم تنشف جيدا، كنحيدوا دوك الجوانب اللي كيكونوا باش ما كتجيناش يعني الشباكيه ديالنا كبيره اكثر من القياس. صافي غادي نعاود معكم هنا الطريقه اكثر من مره باش يجيكم كل شيء واضح وسهل. كنبداو كناخذوا كما قلت لكم كنحسبوا 3 والرابعه كنقطعوا فيها، دونك راها باينه. كنهزوا الاول ونحطوا على الثاني، وكنهزوا دوك الزوج مع بعضياتهم، وكنجيبوا الاخر يعني الثاني وكنلصقوه مع الاخر. يعني سهله بزاف كيف كتشوفوا، راه تبعوا فقط الفيديو وغادي تجيكم سهله بزاف. غادي ننصح نصيحه واحده اخرى، بالنسبه كيف قلت لكم قبل ما تقليوها خليوها، يستحسن انها تخليوها تنشف. اللي بغات يعني دير المراحل الاولى كامله كما شفتوا، وتخليوها حتى لغدا ليها تعجنوها، او لا بامكانكم يعني تشكلوها في الليل ولا غدا ليه عاد تقليوها. انا بالنسبه لي هنايا راني كنت يعني شكلتها في نهارها، كانت بقات ليا واحد الكميه خليتها عاوتاني من بعد وشكلتها. صافي هكذا، وكنبقاو غاديين على هاد الطريقه هذه. ضروري اهم حاجه غنوصيكم عليها وهي ان الزيت تكون سخونه، ومني نبداو نوضعوا الشباكيه ننزلوا درجه الحراره المتوسطه، يعني ماشي كاع ناقصه وماشي كاع مجهده، تكون متوسطه. والا كانت الزيت سخونه حيدوا المقله ديالكم فوق الزيت، حيدوا المقله ديالكم فوق العافيه حتى تدفى شي شويه، لانه الا كانت سخونه بزاف فراه الشباكيه كتلهب وما كطيبش من الداخل. هذه هي اهم حاجه. وكيف كتشوفوا معايا هنايا الشباكيه كتحل كيف كتشوفوا، وراها صغيره غير هنا في الكاميرا كتبان بيان سور كبيره لانه قريبه لها الكاميرا، مي الحجم ديالها راه صغير. وهاد التشبيكه اللي عطيتكم راها كتكون يعني التشبيكه اللي هي زوينه وكتخلي الشباكيه تحل وكتجي من الداخل مبوقه وشاربه العسل. كنبداو كنقلبوا في الشباكيه ديالنا كل وحده على مهل حتى
تقلى. ومن بعد كيف كتشوفوا انا هنايا راه كانت شويه فوتت لي الطياب لانه كنت تلهيت مع بنتي. كيف تشوفوا كنهزوها وكنوضعوها في العسل. بالنسبه للعسل انا ما نوريكمش شي العسل واش ثقيل واش خفيف. اهم حاجه وهو ان العسل راكم عارفين مع دابا البرد كيكون جامد، قبل ما نحطو فيه الشباكيه باش هي تشربها مزيان خاصو يدفى واحد شي شويه باش ماشي كنحطو الشباكيه كتهرس. كيف كتشوفوا راه كتجي كلها مبوقه قبل لا ندخلوها يعني في العسل. هذه اهم حاجه، وخليوها تشرب العسل جيدا باش كتجيكم مزيانه. هنا انا راني ناقصه صراحه يعني العافيه. كيف كتشوفوا كتنفخ كتبوق راه كتجي من داك الشيء الرفيع. هادو هما لي زاستيوس اللي بغيت نقدمو معكم. اهم حاجه العجينه تكون قاصحه. ثاني حاجه خليو الشباكيه ديالكم يعني تيبس تنشف مزيان، عاد قليوها باش ما كيكونش عندكم كسور بزاف. هنا كيف كتشوفوا بديت كنعسلها وكنحطها في الكسكاس، وغادي تشوفوا معايا دابا الطريقه ديال التخزين ديالها. من بعد ما كتبردنا الشباكيه كنجيبوا لي تيبيغوار اللي كيدخلوا للمجمد وكنبداو كنحطوا فيهم الورق ديال الطبخ او لا الفيلم اليمونتير اللي بغيتو، وكنبداو نوضعوا الشباكيه على هذا الشكل هذا حبه حدا اختها، وكنبقى ندردر عليهم الزنجلان. وكاينه كميه اخرى اللي انا يعني غادي نكون حاطاها غير في الثلاجه على برا ولا، فانا ما حطيتهاش، حطيت يعني وحده فوق وحده عادي جدا. هذه هي يعني لا فيديو ديال اليوم. كنتمنى ان شاء الله انني نكون قدمت لكم جميع النصائح فيما يخص الشباكيه، واني نكون وصلت لكم طريقتي اللي هي بسيطه وسهله. ما عليكم الا تشجعونا باللايكات ديالكم وبالاشتراك في القناه بالنسبه للناس اللي عاد كتدخل معنا اول مره، فعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. ومازال ان شاء الله غادي نبقاو في يعني في ان شاء الله في الحليوات وفي الحويجات اللي هما دي خاصين بشهر الفضيل. بالنسبه للناس اللي كتبغي دائما توجد الحويجات ديالها على اتساع، هذه هي يعني الطريقه كيف كتشوفوا معايا ديال التخزين. كنوضع الورق الثاني وكنوضع عاوتاني طبقه، كنبقاو غاديين هكا حتى تنكملوا باقي الكميه اللي عندنا. المهم نتلاقى بكم ان شاء الله في فيديو اخر باذن الله. ما تنساوش لايك ديالكم الله يخليكم، وكومونتيرات باش كتشجعونا اننا نزيدو نعطيو المزيد والمزيد من الوصفات ان شاء الله. السلام عليكم.